لقنت اللجان الشعبية ميليشيات الحوثي ومن يدعمهم درسا في حرب الشوارع، وذلك على خلفية طردهم من القصر الجمهوري في عدن. وقد لعب الدعم الذي قدمه التحالف العربي دورا مهما في هذه العملية لتتمكن بالنتيجة القوى الداعمة للشرعية من إلحاق الهزيمة بالمهاجمين الذين فروا إلى منطقة باب الحديد. أعتقد أن الحوثيون وعصابات علي عبد الله صالح يعيشون أيامهم الأخيرة. عدن أكبر منهم بكثير. أبناء عدن يحاولون بكل الوسائل مقاومتهم، وأعتقد أنهم سيفشلوا بدون شك. وفي هذه الأثناء تدور اشتباكات عنيفة في محيط مطار عدن الذي شنت طائرات حزم طلعات وغارات جوية على محيطه، ودكت طائرات عاصفة الحزم مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء، كما استهدفت كتيبة الدفاع الجوي في تعز، فضلا عن مطار صعدة ومواقع عسكرية أخرى في المحافظة. صعدة كانت الأكثر سخونة إذ شهدت إعطاب طائرات التحالف عددا من صواريخ سام 3 التي كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي. طائرات التحالف شنت أيضا سلسلة من الغارات على مخازن تجهيزات ومواد عسكرية في المدينة، إضافة إلى تمشيط الحدود السعودية اليمنية. وفي تطور جديد، أعلن مسؤول عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بعمليات تزويد بالوقود في الجو للطائرات الحربية المشاركة في عملية عاصفة الحزم. سياسيا، أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح في بيان له تأييده لعملية عاصفة الحزم التي تقودها السعودية، محملا الانقلابيين الحوثيين وصالح مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد. الحزب اتهم الانقلابيين بالوقوف ضد عملية التغيير الشعبي السلمي في اليمن والخضوع للهيمنة الإيرانية. راشد العيد، العربية.